سالوبيت لا جامب سوت، لا سالوبيت لا جامب سوت. محتارين ليه؟ بمنتهى البساطة الاتنين بنفس المسمى، ولكن يختلف الموديل، كمان تختلف معاه القماشة اللي حضرتك عايزاها. بمنتهى البساطة النهاردة هنعمل السالوبيت او الجامب سوت بأي لغة حضرتك بتحبيها. واهلا بيكم في قناتي دودي موريس مع الجامب سوت او السالوبيت حسب ما تحبي المسمى. اول حاجة عندي هاخد البنطلون بتاع السالوبيت، عندي مقاساته زي ما بعمل مقاسات البنطلون عادي جدا. كل الفرق عندي انا هزود 5 سنتي علشان هو ده الراحة بتاعت البنطلون مع الكورساج بتاع الصدر عشان ما يشدوش، ولما تيجي تقعدي تبص تلاقي البنطلون شد او شلح او بيضايقك في القعدة مع الحجر. بمنتهى البساطة هنبتدي نشتغل نطبق القماش على 4. طبعا الجزء المطبق ده انا بخليه للخلفي علشان خاطر فيه شوية زيادة، والجزء المفتوح اللي هو فيه البرسول ده هنعمله الامامي. انا عندي طب انا هشتغل على المستطيل قد ايه؟ ربع دوران الهنش. عندي دوران الهنش انا 108، الربع بتاعها 26 سنتي. هنا المستطيل بتاعي ده 32 سنتي، يعني معنى كده في 5 سنتي زيادة اللي ممكن نخليها للحجر قدام. تمام. هبتدي اشتغل بمنتهى البساطة كده. اول حاجة عندي احنا قلنا اول حاجة هنعملها هسيب 5 سنتي. طبعا خلي بالي ان في هنا جزء كده هيطلع اللي هو بيبقى فيه الورب وفيه الحاجات الشراشيب او بدايات القماش كده. هبتدي اخد 5 سنتي نزول، ده اللي هو راحة البنطلون مع الكورساج الامامي والخلفي كده. يبقى ده اول خط هشتغله هنا. هاجي بعد كده هعمل ايه؟ هنزل من الخط التاني بتاعي، من الخط التاني بتاعي هنزل 20 سنتي. يبقى ده اول خط عندي كده، ده خط الجنب عندي. اول نزول 20 سنتي. تاني نزول عندي هو دوران الهنش. الخط بتاع الهنش بيحدده نزول الحجر عندي. نزول الحجر عندي 28 سنتي. مش هنزل من اول الخط ده، نخلي بالنا هنزل من اول الخط التاني. واضح الخط ده اهو، هنزل من اول الخط ده. النزول بتاع الحجر 28 سنتي هنا. يبقى ده الخط التاني بتاعي اللي هو خط الحجر. البنطلون ما فيهوش اي حاجة صعبة اهو كده. تمام. هعمل ايه كمان؟ ربع دوران الهنش عندي. انا عندي هنا ربع الدوران كام؟ احنا قلنا 26 سنتي على 5 فيها كام؟ فيها حوالي 5 سنتي وكمل لي كده. يبقى ده الحجر عندي هنا كده. هاخد ربع عندي هنا 26 سنتي اهو هنا. الحجر عندي 26 على 5 فيه حوالي 5 سنتي وكمل لي اهو. يبقى هنا وهاخد من هنا الكيرف بتاع الحجر اهو، بوصل ده كده. تمام. طيب انا عندي طول البنطلون الكلي 108. هشتغل على 110 علشان خاطر اطلع فوق شوية كده عشان تشوفي معايا اهو. هطلع على 110. هعمل ايه؟ هقسم عشان اوصل لخط الركبة. هقسم المسافة دي نصين كده، ده النقطة دي، وهنزل 5 سنتي عشان اوصل لخط الركبة اهو. تمام. طيب عايزة اعمل ايه؟ عايزة اعمل خط المكوى. خط المكوى بنعرفه ازاي؟ بنحط بداية المزورة هنا على دوران الحجر مع نهاية البنطلون واقسم نصين اهو. معايا خطوة خطوة اهو. يبقى ده الخط بتاعي، خط المكوى او خط النص او خط البنسة اهو.
تمام. ده الخط بتاعي بتاع النص او البنسة. طب انا عايزه اعمل ايه؟ عايزه البنطلون وسعه ايه من تحت؟ وسعه ايه؟ هل هو 10 سنتي؟ انا هشتغل على 10 و10. ادي كده ال10 سنتي اللي عملناها هنا. هنيجي هنا عند الخط النص وهنزود سنتي واحد بس، هنخليها 11 و11 عشان خط الركبه دايما بيبقى اوسع سنتي من خط اللي هو الفتحه بتاعت البنطلون من تحت. طب ابتدي اوصل الخطوط الاولى دي بتاعتي، الخط ده بالخط ده، النقطه دي بدي كده، وهنا تمام. هعمل ايه؟ من النقطه دي للنقطه دي هبتدي اخد الكيرف بتاع الحجر كده. يبقى انا كده وصلت النقطه دي بالنقطه دي كده. البنطلون بتاعي الامامي خلص. طبعا احنا هنا لو هنعمل سوسته امامي هنعمل المربع او المستطيل بتاع السوسته، لكن احنا هنا البنطلون هيبقى مقفول وفي سوسته هتوصل من الظهر لحد نص البنطلون او 10 سنتي من البنطلون. هبتدي اقص ده. خلي بالك معايا هنا كمان انا بدخل 2 سنتي هنا في الجنب وبوصلها لحد الخط بتاع الجنب. الدخول ده بيساعدني انه يدي تجسيم للبنطلون معايا. تمام. هنا برضو الخط ده نكمله اهو كده. البنطلون اترسم معايا. هبتدي اقص كده. قصينا الجزء الامامي في البنطلون. هنبتدي نقص الجزء الخلفي. الجزء الخلفي دايما بيزيد 2 سنتي في الاجناب عن الامامي. تمام. هبتدي اعمل كده والحجر عندي نفس المسافة اللي انا خدتها هنا هاخدها مرة تاني هنا. تمام. بعمل ايه؟ بنزل سنتي، بنزل سنتي عن ال الخط المستقيم اللي هو اللي انا عاملاه للصوت الحجر. بنزل سنتي وبعمل بطلع 2 سنتي للحجر هنا من ورا كده. الكيرف عندي بيوصل للسنتي اللي انا نازلاه تحت اهو اهو. تمام. وباخد 2 سنتي زياده في كل البنطلون بتاعي. تمام. وبنزل بالخطوط بتاعتي كلها بالزياده دي. هنا كمان نفس الحكايه، ال 2 سم اللي انا طالعاهم كده. ادي الخلفي وادي الامامي. هبتدي افرغ الظهر عندي كده. قصينا البنطلون بتاع الجامب سوت هنطبقه كده، وهنطبق القماش علشان نعمل الجزء الامامي، الكورساج الامامي والخلفي للصدر، ونطلع الكم. نطبق القماش ونرجع لبعض بسرعه كده. طبقنا القماش على 4. خليت الجزء اللي فيه بورصل، انا عندي سوسته من ورا هتبقى واصله معايا لحد 10 سم في البنطلون. الطول بتاع الصدر عندي 50. انا خلاص عملت الزياده بتاعت اللي هي في زياده البنطلون، عملتها خلاص عندي كده. يبقى ده الطول بتاعي كده. وابتدي اعمل الطبيعي اللي احنا بنشتغله، نزول
الباط، الكتف، دوران الرقبه، كل ده احنا هنعمل مربع زي الصوره اللي احنا شفناها في الاول. بس احنا هنعمل ايه؟ نمشي خطواتنا في الباترون عادي جدا. تمام. اول حاجه عندي هاخد 8 في 8 اللي هو دوران الرقبه كده كده. ده الطبيعي الف ب باترون، انا مش بعمل اي حاجه مختلفه. الكتف عندي 39 يعني هشتغل على 19 ونص كده. نزول الكتف ال2 سنتي اهو. دوران الباط عندي 26 سنتي كده. باخد الكيرف بتاع الباط كده. في ايه كمان عندي؟ في عندي دوران الستر 94. هشتغل على 25 سنتي عشان انا عايزه محتاجه الوسع ده اعمل فيه استك، مش المفروض يكون عندي 23 ونص، انا هشتغل على 25 وهعمل حسابي للزياده بتاعه الاستك. تمام كده. يبقى ال 94 الربع بتاعها 23 ونص تقريبا كده. هشتغل على 25 سنتي. تمام. دوران البطن عندي 88 الربع بتاعها 22 سنتي. برضو هشتغل على 24 بال2 سنتي المفروض اللي هي للبنس، بس احنا مش هنعمل بنس، احنا هنشتغل هنحط استك في النص في البطن عندي. تمام. بين البنطلون وبين الكورساج بتاعي. الهانش عندي 108 الربع بتاعها 26 سنتي كده. هشتغل على 27 سنتي علشان اهو كده. تمام. طيب انا عندي هنا المربع بتاع الامامي هنزل 11 سنتي كده. وهاجي هنا هعمل 7 صغيرة. هبتدي افرغ الكورساج بتاعي اهو كده. عملنا الامامي والخلفي. هبتدي اعمل البطانات بتاعت الامامي والخلفي، وبعد كده هعمل الكم. نطبق القماش ونرجع لبعض بسرعه. كده عملنا حطينا طبقتين للخلفي. هبتدي اطبق القماش عشان اعمل التنظيفه بتاعت الامامي كده. وممكن اطلع الكم والزياده اللي طالع من الكم هو اللي اعمل بيها ده. ممكن نركن دي كده ونبتدي نطبق للكم، والزياده اللي هيطلع من العرض بتاع الكم هعمل بيها التنظيفه بتاعت الامامي. حاول بقدر الامكان ما نهدرش في القماش، لانه طبعا الحاجات دي بتبقى غاليه وبيبقى مش كل شويه عايزين نزود قماش عشان في حاجه نقصت مننا. نحاول نظبط كل باتروننا مع بعض ونقص مع بعض. نطبق القماش ونرجع لبعض بسرعه. طبقنا القماش. عرض الكم عندي 26 سنتي اللي هو نفس النزول بتاع حردة الباط. بعمل المستطيل ده قده. تمام. ادي 26 وبمسك ال 26 كده في ايدي من هنا وببتدي اعمل حردة البرجل بتاعي اهو لحد ما تظبط معايا كده. تمام. دي القصه بتاعتنا. انا عايزه اعمل بف، عايزه ازود، يبقى هعمل ايه؟ هعكس هنا. هاخد طول الكم بتاعي اهو ال 20 سنتي، يبقى ده الكم الاساسي عندي كده. وهبتدي اعكس. هاخد ال 26 سنتي من اول هنا اهو كده، وهمشي بحردة البرجل اهو كده. النص بتاعها ادي النص. هاخد من هنا الكيرف السنتي اللي فوق، ومن هنا السنتي اللي تحت اهو. بعمل ايه كمان؟ بطلع. انا عايزه البف بتاعي قد ايه؟ 5 سنتي 10 سنتي، المسافه اللي انت عايزاها اطلعيها اهو كده. بس هوصلها بايه؟ بالنقطه اللي في النص هوصل بيها كده. تمام. والكيرف ده هرحله هنا اهو. ادي. وابتدي اقص الكم بتاعي اهو. مفيهوش اي حاجه صعبه الكم كده. وهبتدي اقص
كده قصينا الكم. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اطلع التنظيفه بتاعت الستر اللي احنا قلنا عليها اهو هنا من باقي القماش بتاع الكم. هطبق كده بنقص التنظيفه دي قد دي بالظبط. كده قصينا التنظيفه بتاعت الامامي والخلفي، وقصينا الكم والبنطلون. فاضل معانا بس الحزام، واحنا بنشتغل هنطلع مستطيل من القماش عرضه 8 سم مثلا، ونعمل الحزام. هيبقى الحزام ربط عليه. هنقعد على المكنه ونلم كل جنب سوت او السلوبيت بتاعنا ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا. كده قعدنا على المكنه حبايبي. اول حاجه هعملها هقفل البنطلون بتاعي. البنطلون سهل مفيش اي حاجه اهو. والخلف كمان. انا عندي الامامي، احنا عارفين ان في سقوط بيبقى في الامامي عن الخلفي كده. وابتدي هقفل البنطلون بتاعي. احط الحجر على الحجر. طبعا احنا الجزء اللي من ورا ده احنا هنفتحه مع السوسته، بس مش دلوقتي. لما نيجي نركب السوسته نفتح على قد بالظبط. احط الحجر، خياطه الحجر على خياطه الحجر، وابتدي اقفل البنطلون. كده قفلنا البنطلون. هنبتدي نمسك الجاكيت بتاعنا. اول حاجه هعملها هركب المرد بتاع التنظيف بتاع الستر كده. احنا طبعا عشان القماش خفيف وبيسلت احنا بنعمل اوفر اول باول. وهاجي هنا هعمل شريط خفيف من الفازلين يمسك معايا القماش عشان ما يسلتش. وهبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اخد ده على المكنه كده. امسك الاول بدبابيس. كل حاجه هتمسكيها بدبابيس هتريحك، او اعملي سراجه. المهم ان انت تبقي ماشيه ورا ان انت تفكي. ابتدي وابتدي افتح لاخر الخياطه عندي. عايزه اقول لك على حاجه مهمه. لو انت خليتي ملي 2 ملي في النص هنا مش هيساعدك، ولا لما تيجي تقلبي القماش هتبص تلاقي في فراغ مكشكش كده في النص وحاجه ملمومه معاكي اهو. انا بفتح لاخر ملي عندي وببتدي اشيل الدبوس بتاعتي. وارد. هعمل ايه؟ هناخد دي سراجه ونرجع لبعض بسرعه. كده ردينا المربع والسبعه بتاعتنا هيبقى بالمنظر ده كده. طيب انا هعمل ايه كمان؟ احنا قلنا مش هنعمل بنص، ولكن لما هنمسك في البنطلون هنعمل ده كله استك هيجمع معانا. نقفل ده كده على جنب. خلصنا. نبتدي نجيب الظهر بتاع السلوبيت ونبتدي نركب السوسته ونخلي جزء من السوسته هو اللي هيبقى نازل هيدخل مع البنطلون عندي.
تمام. نغير دواس السوسته ونرجع لبعض بسرعه. كده انا ببقى عايزه السوسته كده، اعمل بقلب وباخد السوسته على الحرف. هبتدي اقفل كده واجيب الناحيه التانيه من الظهر واظبط كده. خلي بالي انا بخلي الجنب ده قد الجنب ده، خلي بالي ما يبقاش فيه حاجه مش مظبوطه معايا. امسك هنا الدبوس وهبتدي اخد السوسته لحد الاخر. انا مسكت الاول والاخر، ابتدي افتح السوسته ادي السوسته ركبت بطريقه حلوه جميله. هنعمل ايه كمان هنشوف. هبتدي احط الصدر على الظهر واقفل عشان احط المردات او التنظيف بتاع الظهر. ابدا امسك ده الدبوس كده. كده قفلنا الامامي والخلفي مع بعض او الكورساج مع بعض. ابتدي اعمل التنظيفه بتاعت الظهر او المرض او الجزاف كده. هعمل ايه؟ بنخلي ده فوق الصدر من فوق، بفتح السوسته كده كده، بفتح المرض وببتدي اجيب بتنظيف الرقبه من ورا اهو، كتف، دوران الرقبه، وبنزل عمودي مع عظم السوسته لحد لما يشطب معايا السوسته. امسك ده بدبوس كده وابتدي اخدهم بالمكان، كتف، دوران رقبه، وانزل عمودي مع السوسته. خلي بالنا اي حاجه فيها دوران زي كده بعمل ايه؟ بفتح ده، ابتدي ارد واشوف احنا عملنا ايه اهو بمنتهى البساطه. ادي ادي مرد السوسته، وادي الكتف عندنا معمول بمنتهى النظافه وحلو جدا. هنبتدي نعمل الناحيه التانيه بنفس الطريقه اللي احنا عملنا بيها ده، الناحيه التانيه بنفس الطريقه. ادي الصدر من فوق وهاجي هعمل كده اهو، حكايه بسيطه مفيهاش اي حاجه صعبه. همشي بطول العظم بتاع السوسته، دوران الرقبه والكتف. بفتح ده وارد. ادي الظهر خلص عندي. بالتشطيب بتاعه ايه هنعمل كمان؟ هنشوف هنعمل ايه، يلا بينا. هبتدي امسك المردين بتاع الكتف الامامي والخلفي مع دوران المرد كده، بفرد قدامي كده
وابتدي اخد الخياطة على حرف دوران الباط مع المردين دول علشان امسكهم في نفس الوقت لما اجي اركب الكم ما يتعبونيش. اهم حاجة افرد هنا عشان ما يكلكعش مع الظهر كده. مسكنا المردات الامامي والخلفي، هبتدي اخد دي سراج عشان خاطر تظبط معاكي في المكوى كده. ابتدي اعمل ايه؟ ابتدي اقفل الجنبين وابتدي اركب الكم على المقفول او على المفتوح حضرتك زي ما انت عايزه. احنا هنا هنعمله على المفتوح ونقفل بعد كده بالمره. افتح كده واجيب الكم عندي واخد العلامه بتاعت النص. العلامه بتاعت النص دي هتبقى على خط الكتف عندي وامسك ده بالنص. باجي هنا بداية الكم عندي العلامة بتاعت السماح اهي، هبتدي احنا قلنا العلامة بتاعت السماح ده الجزء اللي بره اللي انا حطاه زيادة في القماش فيما بعد لو انت حابة توسعي حابة تظبطي اي حاجة، ده السماح بتاعك كده. وابتدي اخد كشكشة خفيفة كده. الكم عندي تمام. هبتدي اركب الكم التاني بنفس الطريقة. علامة النص عندي هنا تبقى على خط الكتف وامسك بده كويس. بداية الكم مع بداية العلامة بتاعت السماح عندي كده. كده الكم التاني ركب اهو. ابتدي اقفل الكم مع الامامي والخلفي او الصدر او الكورساج كله مع بعض اهو. ابتدي كده الناحية التانية. كده قفلنا الصدر. كده فاضل ايه عندي؟ فاضل البنطلون مع الصدر عندي. هبتدي اظبط الجزء بتاع السوستة
مع الجزء الخلفي من البنطلون كده. امسك هذا الدبوس والنص الامامي، النص الامامي مع الخياطة الامامية بتاعت البنطلون كده، النص ده مع الخياطة الامامية بالبنطلون. في ايه كمان؟ ابتدي اظبط الجنب عندي مع الخياطة بتاعت تقفيل الجنب في البنطلون. كده. والناحية التانية برضو نفس الحكاية، خياطة الجنب مع خياطة البنطلون كده. هبتدي اخد ده على المكنة كده وهبتدي اقفل الاتنين مع بعض. هاجي هنا افتح الجزء بتاع السوستة، اكمل السوستة مع البنطلون. الناحية التانية كمان. كده خلصنا السلوبيت بتاعنا. نشوف عملنا ايه. كده فاضل بس معانا نعمل استك هيلم معايا الوسط هنا، وحزام يتربط على الجنب. ادي السلوبيت بتاعنا اتعمل بمنتهى البساطة، وادي الظهر اهو. السوستة نزلت معانا لحد البنطلون عشان تساعد في اللبس. مع الزمن معاك هتعملي حاجة مميزة وحاجة جميلة. اتمنى يكون الفيديو سهل وبسيط على حضرتك. ادي السلوبيت كامل اهو، وهنشوفه في الصورة كمان هيبقى ايه شكله. اتمنى تكون الفكرة وصلت لحضرتك، والفكرة بسيطة وسهلة. ومن فضلك لايك وشير على الفيديو، ومن فضلك كمان اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس على الكل، علشان عندنا حاجات كتير على القناة ان شاء الله تكون مفيدة لحضرتك. شكرا لحضرتك.